السلام عليكم، رمضان كريم. كل عام وانتم بخير، ويعني ربنا دايما يا رب كده مجمعنا ومحببنا في بعض كمصريين أولا وكأهلاوية ثانيا. في البداية حابب أشكر كل الناس اللي دخلت على البوست عندي ودعت لي دعوة حلوة، وحتى اللي شاف البوست ودعالي من قلبه من غير ما يكتب حاجة. أنا متشكر وكتر ألف خيركم. ربنا يا رب يكافئكم ويجازيكم على كل دعوة حلوة طلعتوها في حقي أو قلتوها في حقي. و... ورسالة بسيطة كده لبعض الناس اللي دخلت لي على الخاص، بتسألني أنت مسيحي ولا مسلم؟ واللي بيدخل لي بيقول لي أنت كافر، لا يجوز لك الدعاء. فأنا متشكر، كتر خيركم برضو، وربنا يعني يجازيكم خير في الدنيا إن شاء الله. متشكر. طيب، بالنسبة للأحداث اللي حصلت الفترة اللي فاتت بخصوص القرعة، أنا حبيت بس كده يعني أقول رأيي. وانتوا عارفين دايما إن أنا رأيي شخصي، ملوش أي علاقة بأي حد، ملوش أي توجهات أو انتماءات. احنا دايما هنا هدفنا الدفاع عن النادي وحب النادي، وده اللي بيحصل دايما في مساحاتنا وفي أي حتة احنا بنتكلم فيها. وطبعا بعتذر إن أنا ما فتحتش أي مساحة الفترة اللي فاتت، لأن النفسية مش أحسن حاجة، ويعني الواحد بيمر بشوية ظروف كده مش أفضل حاجة يعني. فالحمد لله على كل حال، وإن شاء الله الدنيا تعدي والأمور تهدى بإذن الله. أنا بس كاتب اللي أنا هتكلم فيه، فعشان بس يعني نقول الموضوع ماشي إزاي. بالنسبة للموضوع الجدول اللي هو يعني اتعمل الفجر وكده، لا أنا مش شايف إن الموضوع إن الجدول ده اتعمل الفجر خالص. لا، هو أكيد كان متظبط بشكل ما ومتجهز بقاله شوية حلوين، بحيث ان انت على طول اول ما الاهلي بس كان يخلص المباريات بتاعته. لان طبعا احنا كلنا عارفين ان بيراميدز كده كده الماتش نازل كسبان، وزي ما قلت قبل كده واتكلمت، آه، اي لاعب او اي فريق مش هيكون يعني بالثقة والفجور اللي هو بيحصل في ارض الملعب ككوره يعني، وعارف ان هو ضربات جزاء مش هتتحسب عليه، عارف ان اي طرد لاي لاعب مش هيحصل، عارف ان اي اهداف اي حاجه هتتحسب، سواء تسلل او غيره. ضربات جزاء من وهميه هتتحسب. فهو طبعا يعني انا بقول لك، ودي وجهه نظري، انه مش هينزل الملعب بالشكل ده بالطريقه دي الا اذا هو واخد كل الضمانات ان هو المكسب مضمون له مليون المية. فهم كانوا مستنين يشوفوا الاهلي هيخلص اخر ماتشين ازاي، اللي هو حرس الحدود وطلائع الجيش، وبناء عليه كان هيتم تظبيط ال القرعه بتاعت الدور الثاني. فهي لا ما انا ضد فكره ان هو الصحي يعني هم بيتسحروا كده فجاه تك 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 عملنا القرعه ويلا نزلها. لا، هي نزلت الفجر عشان محدش يلحق يعترض، عشان محدش يلحق يتكلم، عشان مفيش اي بيانات تطلع من اي نادي. وخلينا متفقين يا جماعه ان الزمالك يعني قلبا وقالبا في ظهر بيراميدز ان هو ياخد الدوري، لان عارف لان الزمالك هو فعليا وضمنيا بعيد عن المنافسه تماما، فهو بيعمل اي حاجه في سبيل ان بيراميدز ياخد الدوري. يعني بص، هو يعني من رزايا فينا، كرها فينا، موعودين بفلوس، موعودين بصفقات، الله اعلم. على فكره كل ده هيبان وهتاخد امتى الاكيده لو الزمالك خد الدوري، سوري، لو بيراميدز خد الدوري. ساعتها هتشوف بقى لو الزمالك موعود بأي صفقات، موعود بأي فلوس، موعود بأي حاجة، البيانات هتظهر والتوجهات هتظهر وكل حاجة هتبان. إلا في وقت بس لو بيراميدز خد الدوري، وإن شاء الله مش هيحصل، وبإذن الله بإذن الله مش هيحصل، لأن احنا معانا ربنا اللي أقوى من الكل. بس أهم حاجة من فرقتنا تركز في الملعب، مدربنا يبقى فايق واعي وعارف هو بيعمل ايه. انا ما عنديش اي مشكله ان هو شخصيته هاديه وما بيعرفش يتكلم على الخط، خلاص يابا انت خليك واعمل خطتك وسيب محمد شاوي هو اللي يقف على الخط يوجه اللعيبه. واتمنى من الكابتن محمد رمضان زي ما قال امبارح في ملك وكتابه ان هو واخد الصلاحيات الكامنه من كابتن محمود الخطيب، وكولر عارف كده، خلاص يبقى هو يوصل له المعلومه ان انا هخلي شاوي هو اللي يقف يتكلم على الخط. وزي ما هو ذكر جزئيه زي كده، قال لك
انا كولر قال لي عاجبني ان هو بيطلع يعني بيناكف مع الحكام وبيتكلم وكده طيب خلاص، يبقى سيب شوقي ولا يقف على الخط بقى يشد اللعيبه دي، وانت يا باشا اعمل خطتك ونزل تغييراتك واعمل اللي تعمله. فاتمنى ان احنا ما نخسرش اي نقاط الفتره اللي جايه. مؤامره ومدبره ومعموله علينا من بدري جدا، يعني من بدايه الموسم باينه طبعا. كان الزمالك وبيراميدز اطراف، بس الزمالك لما بعد دلوقتي كل الدنيا كل المنظومه في ظهر بيراميدز عشان هو ياخد الدوري. فانا مع الحمد لله، انا شخصيتي شخصيه بطل، انا ما بخافش من حد، انا ما بهبش حد. يعني عادي ماتش الزمالك ووراه بيراميدز مفيش اي مشكله، وعندي في النص ماتشين الهلال برضو عادي خالص. انا طول عمري محطوط في يعني في امتحانات صعبة، والحمد لله دي شخصية النادي وشخصية اللعيبة ودي روح النادي، ان احنا يعني ما بنخافش او ما بنكلش او بيرهبنا اي شيء. لا، احنا بنروح وبنقاتل وبنلعب لاخر ثانية وبنكسب ان شاء الله. فان شاء الله الفترة اللي جاية هنكسب المباريات دي والدوري بتاعنا بإذن الله. طبعا الفكرة في قصة ان هو اخر ماتش ضربة جزاء وسام وضربة جزاء محمد عبد الله، يعني يا جماعة القصة منتهية، القصة معروفة. انت ضربات جزاء مش هتتحسب لك، فاولات مش هتتحسب لك، اي حاجة حتى كروت حمراء مش هتشوف ان انت بيتحسب لك كروت حمراء وفي اي طرد بيتم، وخصوصا الدور الثاني. يا ريت نلعب على الكورة، يا ريت نركز، يا ريت نجيب اهداف، يا ريت يعني احنا تعبنا من كتر الكلام في الحتة دي ومن المساحات ومن وجع القلب اللي احنا كلهم بنتكلم فيه كجمهور. طيب انا بتكلم دلوقتي كمشجع اهلاوي، مشجع درجة ثالثة، لا اعرف حد جوه النادي ولا اعرف اي حد في الاعلام ولا ليا اي علاقات باي شخص. بس احنا عارفين بقالنا اكتر من يمكن الاخر 10 سنين ولا حاجة ان السوشيال ميديا اداة قوية جدا للتأثير على اي حد. وشفنا ساعة فيديو طه عزت والصفحة بتاعتهم. انا عايز وبطالب كل اهلاوي الفترة اللي جاية ما يسكتش ونكمل في اللي احنا فيه، واحنا فعلا ما بنسكتش، ونفضل ضاغطين عليهم ونفضل ماشيين وراهم، ومش هنسامح ومش هنسيب اي حاجة فيها حقنا، وهنكمل في ظهر النادي، واحنا هندافع بكل الوسائل والطرق اللي يعني تحفظ حق نادينا مع المنظومة الفاسدة دي. طيب طبعا قصة ان هو بيراميدز والزمالك اخر جولتين خلاص هي زي ما قلت متظبطة وباينة، مش محتاجة كلام. اما بالنسبة انا ليا وجهة نظر في الحتة دي بس مش اكتر من كده. انا شايف ان انت لو بيتعمل عليك مؤامرة والدوري متوجه وبيعملوا اي حاجة عشان بيراميدز ياخدها، انا بص انا مش فارق معايا جايه من فوق جايه من تحت، في ناس معينه اللي عامله كده، في ايد خفيه، ايد مش عارف ايه في فوق، طبعا ان احنا فاهمين. لا، انا شايف ان انت كاداره لو ده الواقع وانت عندك ما يثبت مش لازم تطلع تعلن للجمهور، بس انا بقول لك انسحب. هتقول لي ايه ده احنا مش بنجيب ورا لا، انا بقول لك انسحب. لما توصل لدرجة الفساد للليفل ده انسحب. احنا هنلعب وهنقاتل وهنكمل لاخر الدوري، بس لو جيت في الدور الثاني مع بيراميدز تحديدا شفت الاخطاء الفجة اللي هي لا تغتفر، ما ينفعش لا يعني بص لا تتغاضى عن الموضوع ده بالمرة، وكفاية بيانات. انت المرة دي لازم تهدد بالانسحاب الواضح والصريح، ولن تتراجع في كلمة هتطلعها في بيان او على صفحة القناة او على القناة الرسمية. طبعا ماتش البيراميدز اللي جاي مع المصري، طبعا هما الماتش الوحيد اللي خسروه على فكرة في الدوري مع المصري، مع علي ماهر لما كان ماسك المصري. دلوقتي طبعا انيس بوجلبان، وانيس بوجلبان اهلاوي محترم، صرف النظر عن انه اهلاوي هو مدرب نظيف ومدرب محترم، وعامل يعني اخر ماتشين كسبان ارقام حلوة 3 و4 وبتاع، فعامل شغل حلو مع الفرقة. فانا رسالة للكابتن انيس بوجلبان ورسالة للاعيبة النادي المصري: انزلوا فرموهم في الملعب، انزلوا اكسبوهم، انزلوا اكلوهم التراب بتاع النجيله ده لو النجيله فيها تراب. ما تفرطوش في حقكم في المكسب، سيبكم من الاهلي خالص، انتوا ما تفرطوش في حقكم في المكسب، سواء
باحتساب اي اخطاء، باحتساب اي كروت، باحتساب اي شيء. وان شاء الله المصري هيكسبهم، وان شاء الله احنا هنكسب الزمالك وهنكسب بيراميدز والدوري اهلاوي باذن الله. بس انا عندي يعني عندي احساس قوي ان المصري هيكسبهم تاني، او على الاقل هيتعادلوا. طيب، احنا شفنا لما رامي ربيعة ركن بره وانت لعبت بالدبيس والعش واشرف داري ومحمد هاني. انا وجهة نظري انا شايف ان محمد هاني كفاية قوي كده بصراحة. انا شايف ان محمد هاني فل الفل يعني، بأمانة مفيش اي جديد عنده خلاص. طبعا احنا كنا مستنيين يرجع من اصابة لان هو كان احسن الوحشين، بس انت دلوقتي اتحطيت في حتة انت لازم 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 تجيب باك يمين، ومحتاج سنتر باك، باك يمين وسنتر باك. لازم مدافع، لازم مدافع، ومدافع بيعرف يطلع بالكورة زي محمد عبد المنعم او ستايل محمد عبد المنعم. انا اشرف داري مش شايفه المدافع اللي هو الواو. هتقول لي لسه جسمه تقيل، لسه ما جابش فورمة مباريات، مش عارف ايه. انا بقول لك ما اعرفش، بس انا لما بيكون في الملعب انا 50% مطمن و50% يعني حاسس ان في بلاوي هتحصل في المباراة. العش برضو بطيء، فانت محتاج حد ورا سريع. لازم حد، انت بتلاعب كنت طلائع الجيش، انت مش بتلاعب الهلال، او مش بتلاعب انتر ميامي، او مش بتلاعب بورتو. أو ف... فلا، انت لو بتلاعب فرقة سريعة وعندها تحركات، انت الدنيا ورا هتبقى مردغاني. يعني انا هاخد بس مثال بسيط وهقارنك بين فرقتين كبار جدا. يعني شوف عندك مثلا ماتش باريس سان جيرمان وليفربول في دوري ابطال افريقيا، سوري، دوري ابطال اوروبا. آه ليفربول عشان متعود على ستايل لعب معين في الدوري الانجليزي، وحاطط كوناتي وفان دايك مع بعض، والاتنين بطاء مش صراع، يعني مش مدافعين صراع. روح اتفرج على احصائيات مباراة باريس سان جيرمان وليفربول. يعني حرفيا ده ما كانش ماتش كورة، يعني ده كان عارف اللي هو واحد ماسك واحد في الحيطة وتك تك تك تك، مش مخليه يتنفس. بصرف النظر ان ليفربول كسب في الاخر بهدف كده ما تعرفش دخل ازاي من هارفي اليوت، بس انا بتكلم ان منظومة الدفاع لما كانت، معلش انا اسف بعتذر بس جالي مكالمة. فكنت بقول ان انا يعني ان انا بتكلم في ان منظومة الدفاع عشان بطيئة وما عندهاش سرعة الارتداد، او عندك اللاعب اللي يقدر يعمل تاكلينج ويطلع كورة، الفرقة اتبهدلت. فانا بقول انا شايف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في قلوب الدفاع ورا. انت حرفيا عندك قلوب دفاع، يعني ربنا يسترها علينا الفترة اللي جاية. انا بالنسبة لي طلائع الجيش وحرس الحدود دول مش اختبارات حقيقية. يعني دي مش فرق ان انا، يعني المفروض اصلا مش دي الفرق اللي انا يعني اروح اجيب منها هجمات مرتدة خطيرة كانت هتخش فيا في ثواني في سواء في ماتش الحرس او ماتش طلائع الجيش. فاحنا عايزين باك يمين، عايزين قلب دفاع. طبعا دي غير قصة الجناح اللي احنا بقالنا سنين بنتكلم فيها. فانا مش شايف، يعني انا بقول ربنا يسترها الفترة اللي جاية. ده طبعا بخلاف اللي بيعمله كابتن مارسيل كولر في التشكيلة وفرضية الملعب واثناء المباراة والتغييرات وقراية المباراة ويعني حاجات كتير احنا عندنا عليها تحفظات. بس احنا زي ما قلنا وزي ما اتكلمنا، احنا في مرحلة دعم، احنا في مرحلة مساندة. مش هنتكلم مع المدرب خلاص مكمل. فقصة ان انت تطلع تقطع في المدرب دي ما خلاص ما عادتش فيها، يعني فيها الخير ولا ليها لازمة ولا هتفيدك في حاجة. بس ليه تعليق بسيط على الناس اللي بتقولك ربنا يهدي كولر الماتش اللي جاي ما اعرفش ايه، ربنا مش عارف ايه. لا، هو احنا بقالنا 2.5 سنين بنقول ربنا يهديه. من ساعة ما جت الصفقات برضو قلنا ربنا يهديه. فانا مش شايف ان الراجل هيتغير في اي حاجه. هو مش هينام بالليل هيصحى الصبح هينزل عليه الالهام هيبقى بيب جوارديولا في لحظه. انا ما اعتقدش يعني. هو الراجل خلاص، هو
ليه اسلوب معين، ليه نمط معين مكمل عليه مش هيغيره، فانت ما تنتظرش منه جديد. انا معاك، انا وهو بقولها لك من اللحظه دي، انا خايف من كاس العالم وخايف حتى من افريقيا. بس يعني نتعشم في الله خير، ونتعشم في اللعيبه اللي هي المفروض روح الفانيلا الحمراء اللي اتحركها. وده هياخدني لجزئيه اللعيبه. الماتش الاخير ده شفنا كميه فرديه وانانيه، وكل لعيب بيحاول يجيب هدف ويثبت نفسه، كميه فرص ضايعه بلا اي داعي وبلا اي مدرب بلا اي مبرر، مع فرقه انت اصلا يعني المفروض تلزعها 5-6 كده وانت قاعد مستريح بالتشكيله الهجوميه اللي معاك دي، جراديشار وبن شرقي ووسام وامام. يعني مش عارف انت مستني ايه تاني. طبعا انا ما زلت متحفظ على حسين الشحات. انا شايف ان حسين الشحات محتاج يركن فتره حلوه، ماتش 2-3 مش مهم، المهم ان هو يستعيد لياقته البدنيه قبل مستواه الفني. انا عايز حسين يستعيد اللياقه البدنيه. حسين بقى بطيء وتحركاته معروفه ومحفوظه وبيتمسك، ما بيعرفش يتحرك بالكوره، ولو هو ما بيتفرجش على الماتشات وبيراجع نفسه فدي مشكله كبيره. فانا اتمنى ان حسين يراجع نفسه ويشوف، حتى هو يشوف نفسه بيلعب ازاي. واتمنى من الاداره ومن كابتن كولر وكابتن محمد شوقي يشوفوا، يعني ياخدوا بالهم ان حسين محتاج يريح. حتى لو هو رافض، لا، انا حسين لازم يريح. حسين مش جايب لياقته البدنيه خالص، لازم يريح. المفروض ودي محمد عبد الله ده واد جامد قوي وعنده روح وعنده طموح وعايز يثبت نفسه، فده المفروض اللي انت تديله. وحسين لما يظبط ويرجع كده سيبه ينزل تاني واديله تاني ماتشات تاني. مش عارف امام لحد امتى هيفضل بيأنن وبيلعب كده لنفسه وبيحاول ان هو دايما يبقى يعني اللي بيسجل الاهداف. انا متفاهم انت عايز تاخد هداف البطولة، انا متفاهم ان انت عاوز تسجل اهداف دايما، بس احنا المفروض نخدم الاطار اللي يفيد الفرقة واللي يفيد المسابقة اللي احنا بنلعب عليها، مش هداف الدوري. ما هو عندك صلاح بيجيب اهداف، بيجيب بس بيجي في لحظة مش عارف يسجل، فخلاص بيساعد زمايله عشان الهدف الاعلى والهدف الاكبر انك تاخد البطولة، مش تاخد هداف الدوري. فاتمنى امام حد يقعد معاه ويفهمه الحتة دي. بس فده كان يعني اللي كنت عايز اتكلم فيه النهاردة. مرة تانية بشكر كل الناس، وبوعدكم ان شاء الله قريب هنرجع نفتح مساحات تاني ونتكلم في كل حاجة. وكملوا زي ما انتم مساندة ودعم للنادي على السوشيال ميديا، وما تسكتوش عن اي غلط تشوفوه. واشوفكم على خير، رمضان كريم والله اكرم.